اتكلمنا معاكم كتير جدا عن الكبدة وعن الإشاعات المنتشرة عنها، وإزاي إن في ناس بتقول إنها مخزن السموم وما ينفعش ناكل الكبدة، والكلام طبعا ده مش صحيح. بس النهاردة هنتكلم معاكم بقى عن حاجة مختلفة شوية، وهي الفرق ما بين الكبدة البلدي والكبدة المستوردة وحالات الغش اللي ممكن تحصل. اول حاجه لازم نعرفها لو احنا بنشتري كبده مجمده من السوبر ماركت، لو لقينا كده السائل الانفصالي بتاع الكبده، يعني شويه دم متجمدين لقيناهم كتير حوالين الكبد، يبقى ما ينفعش اشتري الكبده دي، لان ده دليل ان الكبده دي فكت واتجمدت تاني، فبالتالي هي غير صالحه للاستهلاك. ده رقم واحد. طيب ليه دايما الكبده يا جماعه المستورده بتبقى اكتر وارخص من الكبده البلدي؟ لان الكبده المستورده دي جايه لنا من بلاد اصلا مش بتاكل الكبد، ده بسبب اختلاف الثقافات. يعني ثقافه البلد دي ما عندهمش ان هم ياكلوا الكبده، فبالتالي بيصدروها للبلاد اللي بتاكلها. عشان كده احنا دايما بنلاقي الكبده المستورده متوفره وسعرها ارخص. طيب اعرف ازاي الكبده المستورده من الكبده البلدي؟ لان في بعض الناس للاسف بتغش الكبد المستورد وتقول عليه ان هو كبده بلدي، بتجيبه وتفكه وتبيعه للناس انه كبده بلدي. اول حاجه كده هنجيب الكبده دي تحت الحنفيه، لو بدانا لقينا ان الدم بتاعها بينزل واللون بتاعها بيروح وبقى لونها باهت خالص كده، يبقى الكبده دي كبده مغشوشه، لان هي كبده مستورده وهم باعوها على انها كبده بلدي بعد ما فكت. ده مهم جدا عشان نعرف نفرق ونعرف حالات الغش. لما تيجي تشتري الكبده البلدي تعرف ازاي انها كبده بلدي بجد ولا كبده مستورده ومغشوشه.